في الجو الحار اللي احنا فيه ده يا جماعه محدش قادر يقف في المطبخ 5 دقايق حتى على بعض، فقلت بقى بما ان الجو اصلا فرهده فانا مش عايزه اقف في المطبخ كتير، فعايزه اعمل حاجه سريعه وفي نفس الوقت يكون طعمها حلو. قطعت بقى شويه بطاطس وحمرتهم في الزيت زي ما انتم شايفين كده، وبعدين عملت خلطه لطيفه كده للبطاطس، كاتشب وكمان عليها ليمون، فلفل اسود، كزبره، بابريكا وكمان كمون. قلبتهم بقى مع بعض كويس جدا، وانا مش عارفه ليه انا ما عملتش الخطوه دي على البطاطس دايركت، بس ما فهمتش يعني غير لما خلصت. المهم حطيت البطاطس وكمان عليها شويه بصل وشويه من البقدونس، وكمان كان عندي شويه من الهوت دوج فقلت مش هيضروا. عايزين بقى تسيبوها كده فهي زي الفل، عايزين بقى تحطوا اي صوصات انتوا بتحبوها اعملوا كده طبعا وما تترددوش. المهم بقى ان انا قلبت كل ده مع بعضه، وعايزه اقول لكم يا جماعه ان الريحه كانت حلوه جدا، وفي حد قال لي لو عملنا كمان فحمايه كده تاخد من ريحه الفحم وتبقى مدخنه، بس انا طبعا كسلت اعمل. مش عارفه يا جماعه بجد انا ليه استخدمت اطباق كتيره جدا، بس عارفين الحر بيخليكم كده واقفين في المطبخ مش عارفين انتوا بتعملوا ايه اساسا. المهم عملت لي مركبايه كده صغيره يا جماعه، وعايزه اقول لكم ان الاكله دي يعني ما خدتش مني اصلا غير ربع ساعه بس، وطعمها كان